الطماطم كانت زمان مجرد خضار عادي، لكن النهاردة بقت قصة تانية خالص. 40 جنيه؟ ما؟ يعني تقريبا كنز مش أكل. زمان كنا بنشتريها بالكيلو، دلوقتي بنفكر نشتري حبة ونحسب حسابها. بقت بتتعامل كأنها عملة صعبة، أو حاجة لازم تتحط في خزنة. دلوقتي الطماطم محتاجة تأمين وحراسة. لما الطماطم تبقى غالية بالشكل ده، أنا كده لازم أشتريها وأقسطها كمان، ولا أعمل جمعية طماطم. اللي اتعلمته إن الحل مش إن الطماطم ترخص، الحل إن أنا بطل أستثمر في الأكل الغلط.